ايه الاخبار؟ يا رب نكون بخير. من ساعه ما عملت الحلقه بتاعه المواسم اللي العريس عندنا في مصر فيها بيتفحت، يعني حرفيا، وكميه مسجات بقى، يا عيني الشباب مكبوته طالع عينيها. وبعدين اكتشفت ان في طرق جديده، في حاجات، في واحد بيقول لي حضرتك قديمه قوي، ايه المناسبات بتاعتك دي؟ ده في مناسبات اكتر من كده بكتير. فهقرا لكم كده كام مسج يعني من اللي اتبعتوا لي عشان تعرفوا قد ايه الموضوع مؤثر جدا يعني. وبعدين طلع مشترك بقى، يعني طلع على مستوى الجمهورية يعني في واحد مثلا بيقول حضرتك نسيتي اهم حاجة، وهي التليفون اللي بيتكسر اول خطوبة. ايه يا جماعة؟ او انا بعيده عن الملاعب بقالي 10 سنين كده تقريبا من ساعه ما اتجوزت يعني، والواحد نسي الحوارات دي، بس الموضوع ده من زمان قوي. موضوع التليفون اللي بيتكسر او بيبوظ اول خطوبه، فيضطر العريس بقى يا عيني ينزل يشتري تليفون جديد. بس كان زمان التليفونات رخيصه، دلوقتي اقل تليفون بيجاب 10 و20 الف جنيه، يعني اللي هو خير. فهو بيقول ان هو كان خاطب واحده، اول ما خطبها التليفون بتاعها اتكسر، فلما جه قال لها طب ماشي نصلحه، راحت قالت له لا ما هو باظ خلاص، حضرتك يعني مده صلاحيته انتهى، لازم يتصلح، احنا ما عندناش الكلام ده، احنا ما عندناش الكلام ده. عارفه لما كنتش خاطبها كان زمانها دلوقتي صلحته مره واثنين وثلاثه وعشرة، وحد معاك يجيب تليفون جديد. لكن حضرتك عايته، يعني اعمل لك ايه بقى؟ واحد تاني بيقول حضرتك في كمان عيد ميلادها. انا نسيت موضوع العيد الميلاد ده يا ولاد. صح، مناسبة مهمة ولازم تدفع فيها. فهو بيقول ان هو دفع وكع كمان، وام العروسة خليته يجيب حاجات في جهازها. يعني كمان دلوقتي بيحددوا الهدية ايه، يعني انت ما تجيبش اي حاجة وخلاص، لا يا بابا، انت هتجيب لي هدية لازم تكون باختياراتي انا، يعني انا مش مهم ظروفك دي كده على جنب، المهم ان انا اتبسط. امال انا مش زي البنات؟ اه. في واحد تاني بقى بيقول لي هي مناسبه جديده بالنسبه لي، انا ما اعرفش اخترعتوها امتى يعني. فهو بيقول حضرتك نسيتي اهم مناسبه، وهي اول يوم اتقابلنا فيه ويوم الخطوبه. هي دي بقت مناسبات يا جماعه بنحتفل بيها؟ ده جديده دي؟ لا جديده، لا انا كده اتخميت. يا عين امك يا اخويا، يعني اول مره تقولوا لبعض فيها بحبك بقت مناسبه، واول الخطوبه اللي هو يوم الخطوبه ده كمان بقى زي عيد الجواز كده؟ لا كده كتير، كده اوفر، ده كده ايام السنه مش شهور السنه. في ايه يا جماعه؟ في ايه ده؟ في مسجات بالهبل يعني، يعني في ناس بعت حاجات كتير وحاجات غريبه، يعني اللي هو واحد بيقول حضرتك نسيتي عيد الحب المصري. هو في عيد حب مصري يا جماعه وعيد حب مش مصري؟ هو في ايه؟ انتوا مش لاقيين حاجه تعملوها؟ انتوا مش عارفين تقلبوا الشباب ازاي؟ في يا بنتي منك ليه؟ هيخرب بيتك. ايه ده؟ لا مش كده، لا تو ماتش كده، مش هينفع، هتطفشوا الرجاله. ويقول لك ايه دلوقتي؟ يقول لك العريس لا، انا لما اكون جاهز هتجوز. ليه بقى؟ عشان يعدوا مرحله المواسم. ما هو اصل دي مرحله، والله العظيم مرحله بفلوس قد كده. فيقول لك لا انا جاهز نفسي وابقى في الامان كده، وبعد كده اقول لهم ايه، يلا اللي هو شهر شهرين الجاي واتجوز. ايه يا جماعه في ايه؟ يعني حرام عليكم، قهرتوا الرجاله، ارحموهم بقى، ارحموهم. انتوا مش عارفين تعملوا ايه؟ ده تقريبا يعني العيد القومي بعد كده وعيد العمال هنحتفل بيهم. اهدوا يا بنتي منك ليها، الرجاله مش موجوده دلوقتي، كتكنيل. انا عايزه اجرب حاجه كده لما اشوف. استنى حمود. نعم. حمود، نعم. انت مش ناسي حاجه النهارده؟ حاجة النهاردة؟ مفيش حاجة النهاردة. مش اي حاجه كده؟ هي رمضان جاي ولا ايه؟ رمضان ايه يا راجل؟ احنا لسه في شهر 9، رمضان ايه؟ امال ايه؟ عيد عمال؟ ايه ده رمضان؟ مفيش اي مناسبه كده فاكرها كده جت في دماغك عدت كده؟ مش فاكر أي حاجة بصراحة. يا سلام، اه. مفيش اي حاجه يعني؟ مفيش يعني ايه وليه مالك في ايه؟ لا مظلومه في الجوازات دي والله. النهارده وزي النهارده ايوه. من 10 سنين فاتوا امم اتقابلنا فيهم وقلت لي بحبك. مش شفتي يا اختي؟ اعملي اللي انت عايزه تعمليه قبل الجواز، بعد الجواز هتتحدفي الحتفه ديت يا منيله.